يوم 6، وكان منظر العبور منظر شائق جدا. يا ريت كل مصري يشوف منظر العبور واحنا كنا معديين. قال راديو إسرائيل: سنحول نهاركم إلى سواد حالك، سنضع وجوهكم وأنوفكم في الوحل، وسنسحق عظامكم. 6 سنين قاعدين يقولوا كلام في الخط القوي اللي بيقولوا عنه والسافل اللي بيقولوا عنه، فاهمين ان الكلام ده مثلا هيضعفنا او هيفقد معنوياتنا، لكن اللي حصل العكس. اهانتوا شايفين في المسرح اهو، كل واحد هيبان على حقيقته. عمر الكلام ما كان بيتخضى الانسان، لكن الواقع اللي في المسرح زي ما انتم شايفين، والعالم كله هيسمعه وبيسمعوا دلوقتي. يمكن ايه اللي المصريين بيعملوه؟
solid, yes. He crossed the road. شايف المدافع اللي هناك دي؟ 6 مدافع شيبونا 3 سنين ضرب على السويس ليل ونهار. وسنة 69 هي دي برضو نفس المدافع اللي ضربوا بيها معامل التكرير بتاعت الزيتية. طنهم في بيوت اسمنت وشغالين ضرب.
ديت يوم 8 كانوا موقعين صفر طيران، وبعدين رحنا على مستشفى بورسعيد. رحنا على مستشفى بورسعيد الأميري، فأغارت علينا الطيران تاني وخرجونا من المستشفى. رحنا خندق عند واحد بورسعيدي، ولكن البورسعيدي أنا أشكره جدا جدا لأنه هو عامل فينا جميل ما ينساهوش طول عمري. حتى الطب اللي هو ممنوع، الصليب الأحمر مانع ضرب الطب، بقى الطيران يضربه. العدو بتاعنا ما يعرفش أي قيم، طول عمره بيتحدى القيم والقوانين الدولية. حولونا على المستشفى الجامعي هنا، لقيت كل رعايه من اخواننا هنا في المستشفى الجامعي. وبقيت متصور ان الجبهه الداخليه هتبقى صلبه بالطريقه دي، طلبه، عمال، دفاع شعبي، شرطه، كلهم كانوا متكاتفين، كلهم كانوا بيجوا يخدمونا هنا بشكل مش معقول. كنت بحس ان انا قعدت 3 ايام ما حدش يجي لي من اهلي، كنت بحس ان انا بين اهلي، كل واحد بيحب يقدم اي معونه ويقول لنا يا بطل، لانهم كلهم اخواتنا. كانت دي روح معنويه عاليه جدا للجبهه الداخليه، يا ريت كل الناس تتناها على طول كده. للوالدة؟ يعني أمي الحبيبة. أنا بخير. هنا الجميع يسهر لراحتي. أرجو أن تطمئني حيث أني أتماثل الآن للشفاء واستعد للعودة لأرض المعركة لإتمام النصر وتحقيق ما تتمناه أمنا الحبيبة مصر. الشعور كانت جميلة جدا، وكانت روحي مرتفعة جدا بالنسبة لزميلي وبالنسبة للأرض. فكان شعوري إن أنا يعني أكون يعني موجود، وبعدين شعوري إن أنا مش كنت أصاب. كان شعور إن أنا أستشهد خالص في سبيل إن تحرير أرض سيناء. وبعدين فيه يعني مثلا إخواتي قبل كده، يعني ليا أخ استشهد 67، فكان نايا يعني إن أخويا ده مثلا يعني إني أعمل أي حاجة بحس إن أنا يعني ليا إطار طبعا، وبعدين الوطن بتاعنا، وبعدين يعني الناس المهجرين، الناس اللي هم يعني دول يعني شعورهم طبعا عندنا هنا. احنا كلنا كان مننا ان احنا نكون يعني نحرر لهم ارض سيناء. وبعدين انا بقالي 6 سنين قاعد عشان كده يعني. قبل العبور كنا بنمر قدام سيناء لكننا بنحلم ان احنا نعدي تاني. كنا بنتدرب تدريب عنيف اكتر من المعركة. كانت المعركة بالنسبة لنا كفسحة، لان التدريب كان شاق اكتر من المعركة. قتلنا الخوف كله، لان كان عندنا الامل ان احنا نحرر مصر. بعد كده جالنا يحكوا عننا، عن الابطال اللي عدوا بسينا. العبور اللي انت حكيتها لي قبل كده. لحظة العبور دي كانت لحظة بصراحة يعني أكتر من حاسمة، لأن احنا كلنا كنا بنتمنى الكلمة دي. كان الأمر بالنسبة لنا رحيق،
الواحد مش عارف يعني، مش مصدق لان كتر التدريب والتكرار فكان ده يعني في برضه نوع من الملل، يعني الواحد ما ينكرش يعني. انما لما الواحد كلمه اعبر دي يا مش معقول، مش مصدق، كان الواحد عايز يسبق نفسه. يدوس تلاقي الواحد ايه الكل حتى بقى يسبق المعده بتاعته اللي بقى ايه يعني مثلا واحد المفروض في مدفع بيشيله 3 كان بيشد واحد وبيعبر بيه الهرم اللي 20 متر اللي عاملينه ده فوق وحبال وبتاع فالعالم ما كانتش مصدقه بصراحه. اما عديت ووقفت على السفن الناحيه الثانيه كلبشت فيه بقى، قلت لو بوت هنا ما يهمنيش، المهم ان انا جبت ارض. كان الشهيد من دول تستشهد، لكن روحه ترجع تاني، ترجع معانا عشان ناخد بطارها. كنا بناخد بطار زمايلنا كلهم، كنا بنحس ان احنا بنعمل عمل كبير. كان اشبه بموج طوفان بصراحه، يعني كان منظر مهول. جه دبابتين من العدو، الدبابتين اللي اقوم بعمليه انتحاريه علشان ادمر الدبابتين. دمرت دبابه على 130 متر، الدبابه الثانيه بصيت لقيت نفسي مش موجود. الله، فين الايد اللي عاوز يدمر الدبابه الثانيه؟ اتصاب، مش ممكن يكون اتصاب. الله، الدبابه الثانيه راحت فين؟ ما زالت الدبابه الثانيه موجوده في مخي لحد الان، مش هتروح من ذهني ابدا لحد ما اموت الدبابه الثانيه. الايمان ده مزروع في الانسان المصري بحقه وبوطنه، وكان لازم يعيش الحياه القاسيه دي عشان يقاتل الجيش اللي بيقولوا عليه انه لا يقهر. كنت قهرت ابوك كمان. كل سنه وانتم طيبين. كان كل عيد كنا نتذكر ونقول للناس بتوعنا كده السنه الجايه ان شاء الله هنعدي سينا. فجاء العيد اللي بقينا فيه في سينا، اول عيد كان نفسي ابقى في سينا فعلا. زملائي اللي دخلوا معايا بيعيدوا في سينا وانا بعيد في المستشفى، كان نفسي ابقى معاهم. واحنا في المستشفى السيدة جيهان جت زارتنا اكتر من مرة وسألتني بتقول مطالبك ايه؟ قلت لها ان انا عاوز ارجع الجبهة تاني، وده كان حاجة في دماغي ان انا لازم ارجع، عاوز اشوف يعني التعب اللي تعبناه وعملنا ايه ده كان احساسي، لازم ارجع الجبهة تاني. المطلب بتاعي اتحقق ورجعت في 21/12، وكنت في الحالة دي واخد علاجي معايا ولسه بكمل علاجي هناك.
قال أبا إبن في الأمم المتحدة: كيف للمصريين أن يهاجموننا في يوم عيد؟ الحياة العسكرية ما فيهاش عيد ولا مش عيد، الراجل جاي يخدم في الجيش له السلاح بتاعه، ملوش دعوة بالحياة الملكية خالص. يعني يوم عيد، لما احنا حاربنا يوم عيدنا برضه وسبق قبل كده الحروب امتدت سنوات، ما قالوش نوقف الحرب يوم العيد ولا مش برضك عندهم حق يزعلوا. يبقى الواحد يشوف انهي جدول كده في الحروب، نعرف امتى عيد الحرب وامتى عيد الغفران، اي عيد مناسب ليهم. لا، ما احنا كان لازم نبعت بقى نستأذنهم ونقول لهم يعني حددوا الساعة اللي نيجي نحاربكم فيها اخواننا ولا ايه؟ هو اصلهم قبل كده كانوا بيختاروا الاوقات المناسبة. طبعا امال يعني احنا بقى نعمل برضه النهارده نعمل الاختيار بتاعنا احنا بقى. احنا نختار احنا بقى. غفران ايه؟ ربنا يغفر لهم ذنوبهم اللي عملوها كلها من سنة 48 وقبل كده وبعد كده، قتل وذبح. التوفيق بيعرفوا ربنا دول عشان اللي بحر البقر، المدرسة اللي كانت كلها ابرياء، ولا المصنع بتاع ابو زعبل ده، الناس اللي كانت يعني راح الشغل عشان تاكل عيش. طب ما هم عملوا حاجات ما حدش حس بيهم، واحنا ما عملنا حاجه او نعمل حاجه بص العالم كله يحس بينا. ليه؟ عشان هم اقوياء. النهارده كل واحد بيحترم القوي، طول ما انت ضعيف حقك رايح. في ابريل سنة 73 ديفيد العذر قال ان الجيش المصري مش ممكن ينتصر في اي معركة. يا عم سيبك. وقد قالت السيدة جولدا مائير ان دخول الجيش المصري في الحرب يعد عملا جنونيا.
مرة رجعت البلد كان شعورك ايه؟ كنا 3 في الجيش اخوة، والثلاثة تقريبا في المعركة، فما فيش في بالي حاجة خالص يعني. ونزلت طبعا كان تصوري بقى ازاي هتكون الناس هتقابلني، وازاي الناس اللي هتاخد ان انا مت يا ترى ايه. وطبعا كانت بتوصلني جوابات من البيت كلها طبعا واثقين ان انا انتهيت خلاص مش موجود. والدي كان يبعت لي جوابات يقول لي احنا مؤمنين بقضاء الله، بس انت بعت لنا انت فين انت، يعني ما يعرفوش حاجه عني لان ما كنتش ببعت حاجه خالص. طبعا نزلت لما وصلت البيت طبعا كان لقيت في خبر ان اخويا استشهد في المعركه، اخويا كبير طبعا. فلقيت جو البيت مشحون يعني شيء من الحزن شويه طبعا، يكون الكبير وبتاع، وطبعا الوالده وبتاع. طبعا وجودي يمكن هون العمليه شويه على والدتي ووالدي بالذات يعني. كل اللي قدرت اعمله ان انا لازم اكون يعني اظهر بمظهر غير اللي المفروض الواحد يظهره، مثلا انه يعيط زيهم او يزعل زيهم، صحيح الحزن المفروض، بس طبعا كان المفروض عليا ان انا اكون يعني احسس من والدي ان في رجاله بعد اخويا، يعني انه برضه اخويا ما سابش عيال، لا ساب رجاله برضه. فطبعا وقفت معاه، يمكن الاجازه الاولانيه اتقضت في جو يعني كله مش يعني ما قدرتش احس فيه بمتعه اللقاء بعد طبعا اللي كان مكتوب وبعد الحرب، وبعد طبعا ما قدرتش احس باي حاجه من دي. كل اللي كان بيقابلني كان بيعزيني طبعا في اخويا قبل كل شيء، وبيقول لي ايه الحمد لله انت رجعت بالسلامه. طبعا اشمعنى ان اخويا استشهد انا ما اثرتش يعني فيها ان انا يعني خلاص نحط بقى الحاله المعنويه خلاص، يعني ما عادش عندي مثلا تقبل الحاله ابدا. اهو كان برضو في شيء يمكن اخويا بالذات وجودي في المعركه واللي شفته في المعركه، وبعدين لما رحت لقيت اخويا استشهد يمكن غيرت مجرى خط سير حياتي يعني تغيير كامل يعني تحولت من فعلا من شاب يمكن في طريق ضياع تقريبا يعني، او يعتبر شاب يمكن من المنبوذين الى شاب يعني يمكن يكون صلح حياته شويه. فدي كانت دفعه او كانت خطوه جديده في حياتي. عمليه استشهاد اخويا دي كانت يعني جددت خطوه جديده في حياتي ما كانتش موجوده قبل كده.